ازيكم يا جماعه، واهلا بيكم فيديو جديد، ومعاكم مهندسه شاهيناز. والنهارده ان شاء الله حلقه كده اسئله واجوبه في الحاجات اللي انتوا بعتوها لي واللي كنتوا بتسالوا فيها دايما. فتعالوا كده نشوف ايه الاسئله. حد بيقول ايه اي وظيفه تتطلب شهاده الCCNA، واي وظيفه يمكن التقدم لها بشهاده الCCNA؟ بص، انا هقول لك حاجات وغيري هيقول لك حاجات. الحاجات دي بنقولها بناء على خبرات شخصيه او حاجه انت قابلتها او شركات طلبتها او كده. ممكن اقول لك انك هتشتغل IT سبيشاليست، هتشتغل نتورك ادمنستريتور، هتشتغل حاجات كده بقى وايه، وحد غيري ممكن يمنيك اماني جامده، وممكن حد يحبطك خالص ويقول لك لا الCCNA مش كفايه اصلا للشغل، وان انت لازم يبقى معاك حاجات متقدمه اكتر من كده. العمليه ما بتمشيش كده يا جماعه. انت لازم تدخل تشوف الوظائف على المواقع بتاعه الوظائف او على لينكد ان، وتشوف الريكوايرمنتس بتاعه الوظائف، وتشوف الوظيفه اللي انت فعلا نفسك تشتغلها وهي طالبه ايه، مش بالعكس. يعني انت مش بتروح تاخد الشهادات وبعدين تشوف الناس عايزه ايه. انت تشوف الشهاده عايزه ايه، او الوظيفه سوري عايزه ايه، وتاخد الشهادات اللي الوظيفه دي عايزاها. يعني انت عايز تشتغل نتورك ادمنستريتور، تشوف الادمنستريتور ده المفروض يبقى معاه 1 2 3، فانت تبتدي تجهز للوظيفه اللي انت عايزها، بتبقى اسمها حتى وظيفه احلامك. فانت مش هتروح تاخد شهاده وخلاص. طب انا معايا الشهاده وخلاص، ادخل برضو واشوف ايه الوظائف اللي عايزه الشهاده بتاعتي، واشوف هل هي عايزه الشهاده بتاعتي بس ولا عايزه الشهاده بتاعتي ومعاها حاجات تانية. لان مش شرط كمان المكان يكون طالب شهادات بس، يعني شهادات IT بس. ممكن يكون طالب لغه، ممكن يكون طالب محل اقامه معين، ممكن يكون طالب سن معين، سنين خبره، دراسه اكاديميه. فانت تبتدي تشوف الوظيفه اللي هي محتاجه مثلا شهاده الCCNA، وتبتدي تسيرش هي عايزه ايه تاني، ولو عايزاها هي بس يبقى فل جدا وتقدم فيها. حته كمان في الحته دي برضو، في شركات بتبقى طالبه ريكوايرمنتس كتيره جدا، وفي ناس بتخاف تقدم فيها. يعني مثلا يبقى طالب 5 سنين خبره، يبقى طالب شهادات كتيره جدا، وانت تقول ايه مش معايا فمش هقدم. برضو ما تعملش كده، قدم وخلاص. هو مش هيقولك حتى انت مرفوض، هو هيعمل فلتريشن، ولو مش عايزك خلاص فقدم وخلاص. برضو يعني الحته دي دايما بقولها للناس، قدم وخلاص. حد بيقول من فضلكم عايز اعرف الفرق بين ال OSPF وال EIGRP وال BGP وال RIP ودورهم ايه بالظبط. واه كتير قوي. يعني بص، دي راوتينج بروتوكولز كلها بتساعدك على انك يبقى عندك اكتر من راوتر في الشركه، والشبكات اللي تبع الراوترات دي يبتدوا يعرفوا يكلموا بعض، لان الراوتر باي ديفولت ما بيقدرش ان هو يخلي او يشوف الشبكات اللي عند راوتر غيره. فدي بروتوكولات بتساعد الراوتر يعرف الشبكات البعيدة عنه او اللي هي موجودة عند راوترات تانية. بس البروتوكولات دي بتختلف بقى، حجم الشبكة، هل انت بتتكلم في نتورك انترنال ولا اكسترنال، هل انت بتتكلم في شبكة انا عايز ادفانسد اوبشنز ولا لا. فدول ليهم دراسات كتيرة جدا، وانا عاملة عليهم فيديوهات كتيرة جدا. بس يعني باختصار انا قلت لك ايه الموضوع. حاول بقى تسيرش اكتر في الموضوع، وحاول تشوف فيديوز اكتر في الموضوع عن الراوتينج بروتوكولز. يعني دول لو انت حابب تدرس فيهم اكتر، دول كلهم كده اسمهم الراوتينج بروتوكولز، فحاول كده تدرس فيهم اكتر. يا ريت اكون افدتك، بس هما دول محتاجين يعني فيديوز كتير مش فيديو واحد. حد برضو بيسأل بيقول ايه الفرق بين ال CCNA وال CCNP، وهل امتحاناته صعبة، وانا محتاج سيسكو سيرتيفيكت من دبي وبس. بص انا هقول لك، يعني هو في كذا محور هنا للسؤال بتاعك. مبدئيا كده الفرق بين الCCNA والCCNP. الCCNA ده الاسوشيت ليفل، ده اول ليفل خالص في النتورك، واللي هو بتتعلم فيه كل الحاجات الاساسيه اللي انت المفروض لسه مش عارفها خالص. يعني انت محتاج تعرف عن IP، محتاج تعرف عن الراوتنج، عن السويتشنج، عن الوان، اللان، السكيورتي، كل السيرفيسز اللي هي في الشبكه وانت لسه ما تعرفش عنها حاجه، فانت بتبتدي تعرفها في الCCNA. وفي CCNA كمان انت بتتعلم ازاي تعمل شبكه صغيره، يعني لحد 50 راوتر. حتى الراوتينج بروتوكول اللي انت بتدرسه لحد 50 راوتر، مش اكتر من كده. انما الCCNP طبعا بتعلى، ده بروفيشنال ليفل، وبتتعلم فيها عن برضه الراوتينج والسويتشنج والوان والهيصه دي كلها بشكل ادفانسد. وبتتعلم ازاي ان انت تعمل شبكات كبيره بقى معديه ال 50 راوتر بكتير، بالاوبشنز اللي هي تخليك تشغل شبكه اكتر من 50 راوتر بكتير. فيعني برضو ده الفرق الاساسي. وهتلاقوني برضو عامله لكم فيديو عن CCNA بالمكونات بتاعتها والCCNP بالمكونات بتاعتها.
في كمان ملحوظه، السي سي ان اي امتحان واحد بس اللي هو 200 301، اما السي سي ان بي فهي اولا هي مش تخصص واحد، انت في عندك السي سي ان بي انتربرايز اللي هي شبه الراوتنج اند سويتشنج، في عندك سي سي ان بيز ثانيه كتيره، يعني في سي سي ان اي سي سي ان بي كولابوريشن، في سي سي ان بي سكيورتي، فانت عندك برضو تخصصات في الموضوع. في سي سي ان بي اللي هي جنرال اللي هي الانتربرايز، ودي مكونه من امتحانين اللي هما الانكور والانر سي. كل برضو سي سي ان بي مكونه من الامتحانات بتاعتها، فانت برضو تشوف هل انت عايز تخصص ولا انت بتتكلم في حاجه بشكل عام. فده برضو بالنسبه للجزئيه دي. برضو بالنسبه لهل امتحاناته صعبه، بص هي وجهات نظر، هي امتحاناته مش صعبه ولا حاجه لو انت مذاكر كويس ومحضر نفسك كويس ومذاكر الدمب كويس، فمش هتلاقي الامتحانات صعبه ولا حاجه. الدمب ده زي ما تقولوا نموذج امتحان، في الاسئله اللي ممكن تيجي لك منها الامتحان، وعاده بتيجي بنسبه كبيره جدا. في ناس بتعتمد على الدمب بس، انا مش برشح الحته دي ومش برجحها، لان ممكن تعتمد على الدمب بس ويجي من براه، يعني وبيجي من براه مش كتير. يعني انت متخيل مثلا لما يجي لك مثلا 3 4 اسئله من بره الدمب اللي انت حافظه فتسقط، خساره. فانت ممكن جدا ان انت تذاكر الدمب كويس وتذاكر المنهج كويس، بحيث الموضوع لو راح يمين راح شمال تعرف برضو ان انت تتصرف، ما تبقاش يعني قاعد كده مش فاهم حاجه خالص. فلو انت مذاكر كويس الامتحان هتلاقيه مش صعب خالص خالص، وهتحله في زمن قياسي، فدي حاجه برضو مطمئنه. حته محتاج شهاده من دبي وبس، وهو بيسال يعني محتاج شهاده من دبي وبس، مش بيقول قرار مثلا، فمش شرط من دبي. والله لو انت مثلا ساكن او عايش في دبي فموجود، انما لو انت عايش في اي حته في الدنيا تقدر تمتحن عادي جدا. متهيألي برضو ان انت شوف انا عماله ممكن تكون قاصد السي سي اي اي على امتحان اللاب بتاع السي سي اي اي، فلا ده متقدم قوي. يعني لما تخلص السي سي ان اي والسي سي ان بي تبقى تفكر في السي سي اي اي اللي هو الاكسبرت ليفل. فده برضو ابقى كده يعني لميت لك السؤال بتاعك باكتر من محور، ويا رب برضو اكون افدتك. ده حد بيسأل بيقول هل هذا المحتوى يختلف عن الموجود في قناة المهندسة شاهيناز في اليوتيوب؟ هو بيسأل هنا عن الكورس الاونلاين والفرق بينه وبين الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب. دايما قلت لكم الكلام ده كتير، ان الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب دي مواضيع مش بشرح المنهج اصلا بالترتيب، وممكن اكون بشرح حاجة بره المنهج خالص، حاجة ببقى عايزة اوضحها وبتبقى مش متوضحة بشكل كافي في المنهج اصلا، فببقى عايزة اوضحها، بتبقى حتة صغيرة حتة بسيطة جت في بال حد، زي الوايلد كارد ماسك، الحاجات اللي هي بتاعه التانلينج، الجزء بتاع الباسورد ريكفري، حاجات كده ما هياش يعني واخده مساحه كبيره في المنهج، متقاله على طول او متقاله بشكل بسيط او مش متقاله خالص، سواء في السي سي ان اي او في السي سي ان بي. وبشرح برضو مواضيع بشكل ممكن يكون بسيط قوي، ممكن اكون شارحه حاجات مختصره بحيث ان اللي بيذاكر لوحده يفهمها، انما ممكن ما بقاش شارحه مواضيع مش داخله ان دبث قوي، مش شارحه نظري قوي، يعني حاجات اللي هي برضو مش في العملي، بقول لك الحاجات بشكل انك ازاي تعمله ببساطه. يعني هو ده هدف القناه عليها فيديوهات مبسطه، انما المنهج الكامل ده موجود في الكورس الاونلاين ده. انا لازم امشي على المنهج بتاع سيسكو سي سي ان اي سواء او السي سي ان بي، علشان خاطر انت تقدر ان انت تبقى واخد المواضيع الرسميه بتاعه الكورس اللي انت هتمتحن عليها فعلا. فده منهج كامل، مش فيديوهات على اليوتيوب مش بشرحها بمزاجي بمعنى اصح. يعني فيديوهات اليوتيوب دي انا بشرحها زي ما انا عايزه، اللي انا عايزه اوصله بوصله، اللي انا عايزه اتكلم فيه بتكلم فيه. طبعا الفيديو على اليوتيوب بيكون قصير خالص، يعني انتوا بتشوفوا دايما الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب بتبقى مثلا ربع ساعه تلت ساعه، انما طبعا السيشن بتاعت الكورس بتبقى ساعتين، ففرق جامد. ده كورس وده فيديو يوتيوب، ده فرق جامد بين الاتنين خالص. بيسأل برضو هل المحاضرة بتكون متسجلة؟ لاني احيانا اكون مشغول. المحاضرة بتكون مسجلة علشان اللي حابب ان هو يرجع لها بعد كده، وحتى التسجيلات بتفضل متاحة فترة طويلة جدا بعد انتهاء الكورس. يعني بعد ما بتخلص خالص خالص بيبقى لسه الفيديوهات موجودة ان انت لو حابب تذاكر منها، هي والماتيريال وكل حاجة. غير طبعا ان الكورس بيبقى فيه متابعة شخصية مني انا، اللي عايز يسألني اللي عايز يرجع لي، انت حتى وانت قاعد في الكورس بتقدر ان انت تسألني لو انت حاضر معايا اللايف نفسه. فكده بالمناسبة دي برضو ان شاء الله في كورس سي سي ان اي جديد هيبدا يوم 22 ديسمبر الساعه 7 مساء بتوقيت مصر. اللي حابب يشترك فيه يقدر ان هو يبعت للرقم الموجود بتاع الواتساب، بيبقى موجود في تحت الفيديو، وبيبقى موجود برضو على الصفحه بتاعه الفيسبوك.
في حد بيقول هل لازم علشان اذاكر شبكات يكون عندي لغة؟ بص، ما ايه يعني، نخلينا واقعيين برضو، دي كورسات بالانجلش، مش هيبقى عندك لغة رهيبة، مش هيبقى يعني هنقول لك اكتب مواضيع ولا اقرا قطع ولا جاوب اسئلة فظيعة انت اول مرة تسمع عنها او كده. بس كمان ما ينفعش تبقى زيرو في اللغة، تمام؟ يعني لازم تكون على الاقل مثلا 5 من 10 يعني في اللغة، ان انت بتعرف يعني تفهم الاساسيات، بحيث ان لما يتقالك المصطلحات بتاعت الشبكات تفهمها، ما تبقاش ما فيش خالص. لان في ناس بشوفها تدي نصيحة ايه، لا 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 دي ترمات كده بتعرفها ملهاش دعوة باللغة خالص، لا هتبقى بتعاني. فلا بلاش ان انت تدخل، مش بس الشبكات، اي مجال اصلا محتاج بيزك لغة، يعني ما ينفعش ان انت تبقى ما فيش خالص مهما المحاضر ساعدك. يعني انا دايما بساعد الناس في الكورس اللي عايز ترجمة حاجة، بقول الحاجة بالعربي كتير، بنعيد الحاجة ونزيد فيها كتير، بس بالنسبة لك انت هتفرق انت كتير. يعني اللي بيشرح ما هو عارف المعلومة وخلاص، هيشرحها لك بكذا طريقة وهتوصل لك في الاخر. بس فرق جامد بين ان انت تبقى بتذاكر الكورس بلغته، وبين ان انت لا يعني مفيش خالص ومحتاج عون جامد قوي في الموضوع. فمش لازم يكون عندك لغة مش شكسبير يعني، بس لازم تكون عندك أساسيات اللغة، زي كده تعاملك مع الكمبيوتر العادي، بتفهم ايه اللي بيحصل وبتفهم المصطلحات الأساسية. حد برضو بيسأل هو العملي ازاي اونلاين؟ ابسط حاجة، لو دخلت على القناة وشفت الفيديوهات العملي هتشوف في عملي على اجهزة حقيقية، وفي عملي على باكيت تريسر، وفي عملي على GNS3. شوف كده هتفهم، يبقى هتفهم الكورس. فلا العملي بتقدر تاخده كويس جدا سواء على جهاز حقيقي وبتشوفه وبتشوف السيستم بتاعه وبتشوف ازاي تدخل عليه، وانت من عندك كمان تقدر تدخل على الجهاز. ففكرة ان انا لازم اشوف الجهاز قدامي واسمع الراوتر وهو بيوش جنبي، لا ده كلام مش صح، مش ضروري نهائي خالص في الشغل بتاعك. وزي ما قلت لك لو انت حابب تفهم ازاي العملي اونلاين، تقدر تشوف الفيديوهات العملي على اليوتيوب، وهتلاقي عملي كتير جدا، وهتلاقي ازاي مشروح، وهتلاقي انك هتفهمه ان شاء الله بنسبة 100%. دي كده الأسئلة اللي جات لي منكم، يا رب أكون جاوبت عليها بشكل يكون وصل لكم كويس. لو حد عنده أي أسئلة تانية عنده أي أسئلة خاصة بالكورس أو بالمنهج أو أسئلة في المواضيع نفسها، يا ريت يبعت لي سواء على الواتساب أو يبعت لي على البيج، أو حتى يحط كومنت تحت الفيديو أو كومنت في الصفحة على الفيسبوك. كل ده أنا بشوفه بجمعه وببتدي أرد عليه هنا. لو الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم، يا ريت تعملوا له لايك وشير كتير، وتعملوا سبسكرايب في الشانل ولايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. شكرا ليكم وجود لك، كان معاكم مهندسة شاهيناز.